تخيل إنك واقف بتتفرج على سباق، بس مش سباق عربيات ولا طيارات ولا حتى صواريخ، سباق على العقل. 4 شركات بيتنافسوا على مين يتحكم في الذكاء الاصطناعي: OpenAI، جوجل، مايكروسوفت، ميتا. السؤال مش مين أذكى، السؤال الحقيقي مين هيشكل طريقة تفكيرك وشغلك وحياتك في السنين الجاية. الذكاء الاصطناعي مش لعبة ولا موضة. ال AI دلوقتي بيكتب، بيحلل، بيقرر وبيتعلم لوحده. اللي يكسب السباق ده مش هيكسب فلوس بس، هيكسب الاقتصاد، التعليم، الشغل والتأثير على البشر. يعني ببساطة السباق ده على مستقبلنا كلنا. نبدأ بOpenAI. أقوى حاجة عندهم السرعة، بيطلعوا أفكار ويحولوها لمنتج قبل ما غيرهم يفكر. شات جي بي تي هيغير طريقة الكتابة والتعلم والشغل. بس السرعة دي ليها تمن، ضغط، تمويل ومخاوف من إن التطوير يبقى أسرع من السيطرة. OpenAI سابق بس ماشي على حافة. نيجي لجوجل. جوجل مش مستعجل. ليه؟ لأنه عنده أكبر كنز في العالم: البيانات. بحثك، إيميلك، خريطك، موبايلك. جوجل بيدخل AI بهدوء ومن غير دوشة. مش بيقولك بص أنا ذكي، هو بيخليك تستخدمه من غير ما تحس. جوجل مش بيجري، جوجل بيزرع. مايكروسوفت تفكيره مختلف، هو مش عايز يبهر الناس، هو عايز يبقى جزء من الشغل. AI في ويندوز، أوفيس، الشركات والإدارة. يعني لو شغلك مكتبي أو شركة أو مؤسسة، غالباً مايكروسوفت AI هيبقى معاك غصب عنك. انتشار مش ضجيج. متى بتلعب لعبة أخطر، مش AI بس، لكن AI بشر. عالم مفترض، ذكاء اصطناعي يتكلم ويتفاعل ويعيش وسطك. متى مش عايزاك تستخدم المنصة، هي عايزاك تعيش جواها، وده أخطر رهان في السباق كله. طب لو بصينا بصدق، مين سابق فعلياً؟ OpenAI سابق في الانتشار، جوجل سابق في البيانات، مايكروسوفت سابق في الشغل، متى سابق في التأثير الاجتماعي. يعني مفيش فايز واحد، في 4 سباقات في نفس الوقت. طب ليه ده يهمك انت؟ لأن شغلك هيتغير، مهاراتك هتتفلتر. مش لازم تبقى مبرمج، بس لازم تفهم. أسوأ حاجة تعملها إنك تتفرج وتقول ماليش دعوة. السباق ده لسه في أوله، بس القرار بيتحدد دلوقتي. يا تبقى مستخدم واعي فاهم اللعبة، يا تبقى جزء من اللعبة من غير ما تحس. والسؤال الأخير، انت واقف فين في السباق ده؟ احنا مكملين في دماغ AI، واللي جاي أخطر.